كشفت الأمطار التي هطلت على مدينة أزيل اليوم السبت هشاشة البنية التحتية للمدينة، وذلك بعد تداول فيديوهات وصور لطريق رئيسية وقد تحولت إلى دمار. مقطع طرقي قريب من دار الشباب بأزيل تضرر كثيرا بعد دقائق من الأمطار، حيث تحول إلى شرائح من الأسفلت وسط استغراب واستياء المواطنين. مصادر ذكرت أن أحد المقاولين المقرب من نائب برلماني يتحمل المسؤولية الكبرى في ضعف البنية التحتية دون إغفال مسؤولية المجلس البلدي للمدينة. لا سميتها هذه واحد العين خرجت لينا من وسط الشارع. شتيها؟ لا زلزل في مدينة أزيل. خرجت لينا من زعما بالضبط هو اللي这样子